السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وعافيه ان شاء الله. ان شاء الله تكون بدايه جديده ليكم في البيزنس والبيع من بيتك. الموضوع النهارده هنتكلم فيه، وهي اول او نقول تاني محاضره هنبدا بيها. انا صورت اول محاضره كانت ساعه، وتاني محاضره برضو كانت نفس الساعه، ولكن للاسف كان في مشكله في التسجيل. فتخيلوا بقى يعني مدى الارهاق ان انا هبدا من تالت مش من تاني يعني. فخلينا نعيد كل اللي انا قلته قبل كده، وان شاء الله تكون كل المعلومات اللي انا حابب اقولها كلها تكون في المحاضره دي. طيب، انا مبدئيا مش عايزك تاخد خطوه في ان انت يلا ادخلك في المود على طول وتشتغل وبتاع، هو ده هيحصل، ولكن انا مش عايزك بالطريقه دي. طيب لو حصلت معاك مشكله فيما بعد، يعني في مشكله دلوقتي فيما بعد حبيت تكبر بطريقه ما، يعني خلاص انت شغال دلوقتي وكويس جدا، ولكن انت في تريكات كتير عايز تعرفها وكان المفروض تعرفها والكلام ده كله. مع ان انا بقول لك الكورس ان انا يلا هشغلك ونشتغل وتعالى نشوف نفتح حساب ازاي ونعمل مش عارف ايه وتعمل الحمله ازاي والكلام ده كله. كل ده المفروض ان انا اقوله لك في الكورس ده، وما ارجعلكش الموضوع اصله ايه او نشتغل ازاي او المنبع فين. فهنا في المحاضره دي انا ناوي اتكلم بشكل تفصيل شويه في ان انت ايه هو الاساس، ايه هو الموضوع، وايه هو علي اكسبريس، وايه هو برضو علي بابا، وايه الفرق ما بينهم، يعني ايه الفرق ما بين البي تو بي والبي تو سي، وايه هو اصلا المصطلحين دول للناس اللي لسه ما تعرفش يعني ايه بي تو بي وبي تو سي. دي مصطلحات في البيزنس عموما، لان في مصطلحات كتيره جدا في البيزنس، ولكن انا مش هخليك تتعمق في الموضوع ده، مش بالضروره القصوى يعني. طيب خلينا نبدأ. بس أولا أنا ليه فاتح منصة علي إكسبريس؟ طيب، منصة علي إكسبريس أنت تقدر بنفسك تشتري من خلالها، يعني تقدر تختار المنتج اللي أنت عايز تشتريه وتقدر تشتريه بالفعل. المنصة سهلة وبسيطة جدا. المنصة بتشتغل بطريقة البي تو سي. طيب خليني أشرح لك يعني إيه بي تو سي أصلا. البي تو سي يعني من بيزنس لكاستمر. طيب بالعربي يعني من شركة لزبون، خلينا نقول الزبون. تمام. طيب يعني ايه؟ يعني انت تقدر من المنصه دي تشتري بنفسك، ولو نزلت تحت هتلاقي منتجات مختلفه، بس هم دول لا خالص، ده منتجات مهوله انت ما بتقدرش توصل للمرحله النهائيه بتاعتها، ولكن هنا كاتيجوري خاص. الكاتيجوريز المختلفه ان انت تقدر تختار، يعني مثلا الكترونيات، اجهزه منزليه، البيت والحدائق، تحسين المنازل والاضاءه. طيب دي الكاتيجوريز مختلفة، تقدر تقلب وتشوف كاتيجوريز تاني ونفس الكلام. والمنصة دي انت بتقدر تتعامل منها من هنا؟ لا طبعا، انت بس بيديك ايه، هو بيديك بس موجز سريع كده عن المنتجات اللي موجودة عنده، ولكن انت لسه ما تصفحتش. انت ممكن تسيرش زي ما انت عايز. يعني مثلا هنا اخر حاجات انا ممكن تصفحت عنها كانت الحاجة اللي زي دي. طيب، يبقى عرفنا اول حاجة ان انت من خلال منصة علي اكسبريس تقدر تشتري بنفسك لنفسك. المنصة برضو بتعمل ازاي؟ المنصة دي خلينا نقول إنها مدينة كبيرة أو مول كبير. مول كبير كده جواها متاجر. المتاجر اللي جوه دي متأجرة، يعني إيه؟ يعني كل واحد فاتح مجوهرات، فاتح سوق، فاتح براندات، فاتح مطاعم، فاتح مش عارف إيه جوه. فين؟ جوه المول. يبقى المول هو مكان بتتجول فيه عشان خاطر تقدر تشتري الحاجات اللي أنت بتحتاجها. هو علي اكسبريس نفس الكلام. هو مول كبير قوي وجواه متاجر. المتاجر دي خاصة بأشخاص، ولكن المميز في علي اكسبريس ان انت مش شرط ان انت تدفع ايجار شهري. ليه نظام تاني وطريقة تاني، وبتقدر يديله عمولات، يعني يدي الموقع. المنصة بقى بتشتغل ازاي؟ هي بتشتغل، هي عندها منتجات وسامحة للموردين او التجار انها تنزل منتجات لنفسها وتنافس معاهم عادي، مفيش مشكلة. بالعكس ده هي قائمة على كده اصلا. هي ما يعني علي اكسبريس لما بينزل منتجات هو بينزل اهو كده، لكن مش بينزل ينافس. هو لا، هو المتجر او المنصة كلها مبنية على اساس الموردين. طيب، يبقى خلينا نتفق اتفاق ان المنصة هي عبارة عن ناس جوه او موردين او تجار داخل المنصة بيبيعوا لك المنتجات دي. طيب انت برضو شرحت لنا حتة. طيب يعني اللي هو انا عرفت ان انا اقدر اشتري. طيب نقدر نستفيد من الموقع ده؟ اه طبعا. طبعا ايه؟ مش طبعا واحد، تقدر تستفيد من المنصة دي اصلا. ده معظم الدروب شيبر اصلا بيشتغلوا على المنصة دي. طيب خلينا ندخل على منصة علي بابا عشان نفهم هو ايه الفرق ما بين ده وبين ده، مع العلم ان علي بابا صاحبها هو صاحب علي اكسبريس. يعني لو دخلنا هنا على علي بابا، ولو جيت هنا على علي بابا هتلاقي هنا بيقول لك بي تو بي اي كوميرس بلاتفورم. يعني هنا ما بيشتغلش منتج واحد، يعني انت من الموقع ده ما تقدرش تشتري منتج واحد. تقدر، ولكن هيكون مكلف عليك بطريقه غير طبيعيه. ولكن هو هنا بيقول لك ان انا ما بشتغلش غير مع الشركات، تقدر تاخد منه منتج واحد ولكن كعينات.
يعني هتاخدها عينة وبسعر معين عشان انت هتاخده عينة، مش هتاخده كده ليك. يعني انت راجل تاجر، انت عايز تشوف مثلا ساعة معينة لقيتها في المنصة دي اللي هي علي بابا، فانت هتجرب، طب والله ابعتوا لي عينة. وكمان ساعات مصانع جوه ما بترضاش تديك غير عينة مثلا 10 قطع 20 قطعة، ما بتديكش مثلا قطعة واحدة. اه خليني اقول لك ان احنا الفرق ما بين علي اكسبريس هنا في موردين، وعلي بابا هنا في مصانع. هنا المصانع. طيب عايز اقول لك على ثغرتين برضو انت لازم تبقى فاهمهم. ان علي بابا بيشتغل بطريقه المصانع. يعني انا مصنع بقدم على علي بابا، بثبت لهم وبديلهم شهايد وبديلهم الدنيا دي كلها ان انا مصنع، انا مش مورد. تمام. وبعد كده ببيع لمين؟ للموردين. كده هي ايه؟ انت فهمت؟ خليني اقربها لك اكتر للي لسه ما فهمش. يعني انا هنا دلوقتي عايز ابيع على اي بي، عايز ابيع على منصة امازون، عايز ابيع على علي اكسبريس، عايز ابيع على اي منصة مختلفة. خلي بالك علي بابا هو صاحب المنصة دي وصاحب علي اكسبريس، هو اسمه جاك ما. جاك ما ده هو كان عامل في البداية اصلا علي بابا، فحب ينافس اي بي وامازون وغيره من البلاتفورمز المختلفه، فعمل علي اكسبريس، وبالفعل بدأ ينافس وبقى من اقواهم، وتقريبا هو اقوى. ولكن هنا نختلف في علي اكسبريس ان هو الشحن بتاعه بياخد وقت كبير شويه، ولكن انت بتاخد اسعار كويسه جدا ومنافسه للمنصات الباقيه. طيب علي بابا، يبقى احنا اتفقنا ان احنا ملناش علاقه بيه غير ان احنا نبقى عارفين علي بابا بيشتغل ازاي للتجار. يعني انت تاجر بتاخد من المصنع هنا. طبعا في منصات مختلفه كتيره جدا، يعني في ميدل شاين وفي كذا منصه منافسه لعلي بابا يعني، ولكن علي بابا قوي جدا. وتقدر انت ممكن يكون المنتج بتاعك ان انت كتاجر، لو انت خلاص حابب تشتغل في التجاره عموما، ان انت تشتري من المصنع على طول وتنزل عندك في المخازن، تقدر تشوف مثلا المنتج بتاعك، ممكن المنتج بتاعك مش رخيص هنا. ولكن على فكرة المصانع هنا مش مصنع واحد للمنتج بتاعك أو مصنعين، ده عدد مهول يعني. مش مصنع أو مصنعين مثلا بيصنعوا مثلا، خلينا نقول أحواض مثلا. الأحواض دي ما مش في مصنع واحد بس أو مصنعين، لا ده عدد كتير جدا، منافسين شرسين جدا في المصانع كتير. أنت بتتكلم على الصين مليار و700 مليون يعني، فالموضوع كبير جدا. ففيهم مثلا نقول مثلا 30 مليون عاملين مصانع، يعني 30 مليون مصنع مثلا، نقول كده يعني، خلينا نقول كده 30 مليون مصنع بس بيشتغل على بيشتغل على علي بابا مثلا. فانت هتلاقي منافسين كتيره جدا، فانت هتقدر تجيب الحوض بتاعك ده باسعار مهوله. طيب خلينا نكتب هنا مثلا حوض، عشان عايز اوريكم حاجه. مطبخ. زي ما انت شايف هنا ظهر لي ايه؟ ان الحوض ده، انت الحوض ده ممكن تشوفه باسعار عبيطه جدا، يعني ممكن تلاقيه مثلا بيتكلم لك في 20,000 جنيه الحوض ده. طيب هو هنا ب 3000، اه طبعا ب 3000، بس احنا اتفقنا انه ليه ب 3000. طيب نفتح الحوض ده مثلا، هو حوض تقريبا هو افضل حوض يعني، او من اقوى الاحواض يعني، لانه سمارت والحاجات دي كلها. طيب ندخل كده مثلا، هنا بيديك تفاصيل الحوض، بيقول لك ان مثلا الحوض ده نظامه ايه، زي ما انت شايف كده قدامك، انه الميه بتجري بسرعه. هنا تقدر تغسل الكوبايه بطريقه سهله جدا. هنا بتقدر تغسل مش عارف ايه. طبعا بيعرض لك تسويقيا الحوض ده بيشتغل ازاي، وايه المميزات اللي تخليك تشتري الحوض ده. لو لاحظنا هنا هنلاقي بيقول لك 3000. ايه الاسعار دي كلها؟ انا مش فاهم. بيقول لك هنا 3878، وهنا 3822، وهنا 3316. يعني ايه الحوض؟ طيب الحوض هل هو يعني اجيال مختلفه او مثلا مميزات مختلفه، يعني ميزه كذا بكذا وميزه كذا بكذا؟ لا، هو حوض واحد فعلا، هو حوض، ما هو ده اللي قدامك هو اللي بيبيعه. طيب ليه الاسعار مختلفه؟ لو بصيت هنا بيقول لك 3878، لو هتاخد من 20 ل 99 قطعه، من 20 ل 99 قطعه، فالقطعه هتقع عليك 3878. طيب شوف الثغرة اللي هو عاملها لك بقى. طب لو هتاخد من 100 ل 999، ما قفلكش ال 1000، هتاخدهم، هتاخد الواحد 3822، حتى ما نزلش كتير يعني، كلام فاضي. تمام. انما بقى لو هتاخد من 1000 الى ما لا نهايه، او ممكن تحط عدد معين هتاخده بس من فوق ال 1000
لما بعد يعني هتبقى السعر عليك 3316. وكمان خليني اقول لك هنا ان انت مع المصنع حسب شطارتك، يعني انت وشطارتك بتتواصل مع المصنع، فاصل كمان معاه عادي، والموضوع سهل يعني، مش الموضوع كتير، الموضوع سهل يعني. هنا بيقول لك توتال اوبشنز فور كولر، هو بيقول لك هنا ان في 4 الوان مختلفه للحوض ده، يعني عنده اللون ده وعنده اللون ده وعنده اللون ده. يعني هو بيظهر لك هنا، بص يعني هنا اللون ده، بس هو بس النت بعافيه شويه، وهنا اللون ده، وهنا. في الحقيقه انا ما فهمتش فين الالوان المختلفه، ولكن انا شايف اللون الاسود وشايف اللون الذهبي. وهتنزل لتحت هنا هتشوف برضو معلومات، شويه معلومات خلينا نتكلم عليها بعدين. خلينا ما نخشش في تفاصيل كتير، ولكن انا بقول لك الجنرال عن الموضوع خالص، يعني مش بقول لك تفصيليا، هو مش كورس ان انت تشتري كتاجر، لا احنا بنتكلم في نقطة ان انت تبقى فاهم اللعبة ماشية ازاي من البداية، عشان خاطر لما تقدر تشتري تبقى انت فاهم، انت بتشتغل وانت فاهم، تقدر تطور من نفسك، يعني تقدر بالفعل تقدر تطور من نفسك وتكون قوي جدا في المجال بتاعك اللي انت بدأته، مش بدأت من حتة انت مش فاهم ما قبل ايه. مش قصة اللي هو تعالى يا عم نبتدي من حيث ما انتهى الآخرون، احنا بنبتدي بالفعل، ولكن ما ينفعش ان انت ما تعرفش الأساسيات دي والحاجات دي، عشان خاطر انت لما تحب تكبر تعرف تكبر، تعرف تبقى عارف ايه البداية، طب منين ارجع، طب اروح فين. طيب لو نزلنا هنا تحت كمان بيديك هنا سيرتيفيكيشنز، او نقول الشهادة بتاعته، وبتنزل هنا بتشوف الريفيو اللي عنده. وطبعا هنا انا بصراحة ما بعتمدش اي ريفيو بشكل كبير قوي يعني، لان ممكن يكون الثلاثه دول اصلا طبعا مصنع واشترى يعني من عنده ريفيو. هنا بقى بيديك تفاصيل، هنا بقى بيديك معظم الصور اللي اتنشرت في ريفيو عموما، وهنا بيديك مثلا الناس بتقول لك والله الحوض ده نفعني في ايه والكلام ده كله، والحوض فعلا وصل زي ما انا عايز والكلام ده كله. وهنا برضو بيديك الاعلام، ده في امريكا، ده في مش عارف ايه، دي احواض مختلفه لو تلاحظ، هو الجنرال بتاعت الستور كله. طيب وهنا بقى بتنزل بتلاقي هنا برضه بيديلك اللي انا قلت لك عليها الشهاده الفيريفايد برو،